اكتشاف كنز مصري على حدود إسرائيل، والسيسي حذر إسرائيل وتركيا بسبب الكنز ده، واللي لو بقى من حق مصر هيخلي مصر أغنى من الخليج حرفياً. الدنيا قامت ما قعدتش بعد ما لقيوا كنز على حدود إسرائيل، وإسرائيل ما صدقت وطمعت في الكنز ده، وتركيا كمان طمعانة فيه. عارفين إيه الكنز ده؟ أكبر حقل غاز في العالم باحتياطي مهول يكفي العالم لسنين. بعد اكتشافه العالم كله بصلنا فيه، والعالم كله بقى يتمسح في مصر وبيساعدوها عشان طمعانين في الغاز. والمصيبة بقى إن إسرائيل داخلة عاوزة تقسمنا فيه بكل بجاحة، وبيقولوا إنه قريب مننا فلازم ناخد منه إحنا كمان، ما هي تورتة بقى. واللي زاد وغطى إن تركيا عايزة تاخد من التورتة دي بحجة إن الحقل في منطقة مية دولية، يعني مش بتاع حد وخارج حدود مصر، بس مصر بتأكد إن الحقل داخل حدود المية الإقليمية وتابعة لمصر. المشكلة مش هنا، المشكلة إن مصر قدامها تحدي كبير قوي غير الصراعات دي، وهي إن تكلفة بناء محطات استخراج الغاز غالية جدا ومكلفة بشكل لا يوصف. ولو عرفنا ننشئ عدد محطات استخراج للغاز، إنتاج الغاز هيزيد والعملة الصعبة كمان هتزيد، والأولوية لينا لأننا أقرب دولة لحقل الغاز، وده بيدينا الفرصة إننا نستغل الحقل ده أفضل استغلال. وهنضرب عصفورين بحجر واحد. الأول هنغذي محطات الطاقة الكهربائية بالغاز اللازم للإنارة، وهيعود علينا بالعملة الصعبة دولار ويورو واسترليني. الحقل ده قريب من العريش في شرق البحر المتوسط باحتياطيات اتقدرت 3.5 تريليون قدم مكعب غاز. انت متخيل الرقم؟ المشكلة الكبيرة إن حتى كل حقول الغاز اللي بيتم اكتشافها على أرض مصر الأجانب بياخدوها. عشان كده مصر مش عارفة تعيش عيشة الخلايجة اللي عايمين في خير البترول والغاز. وآخر حقلين غاز تم اكتشافهم في مصر الشركات الأجنبية خدوا 90% من الغاز، ومصر خدت 10% بس. الكلام ده صحيح؟ وهل فعلا مصر بتفرط في حقوقها في الغاز؟ كل اللي فات ده معلومات مغلوطة من ناس معينين، كل همهم يصدروا للناس فشل القيادة المصرية في الحفاظ على حق البلد والشعب. وللأسف ناس كتير بتصدق من غير ما تسأل حتى نفسها، معقول مصر هتفرط في حقوقها بالسهولة دي؟ الحكاية كلها عبارة عن عقود واتفاقات. مصر بتتفق مع شركة أجنبية للبحث والتنقيب عن الغاز، ولما بيتم المراد وفعلا بيتم اكتشاف حقل غاز جديد، الشركة الأجنبية بيكون لها نسبة 51%، والنسبة دي بتكون مكتوبة في العقد من قبل ما يتم البحث عن الغاز. الشركات التانية بما فيهم مصر بياخدوا باقي النسبة اللي هي 49%. مصر بتكون داخلة بشركة خاصة تبع الدولة بتاخد لوحدها 10%، ومصر بيكون ليها نصيب تاني من 39. الخلاصة كلها إن مصر ما بتفرطش في أي حق من حقوقها، وبدل ما بناخد نسبتنا من الغاز مرة واحدة بناخدها مرتين. وظهرت تقارير اقتصادية دولية بتقول إن مصر بيدخل لها 600 مليون دولار شهرياً من تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا. ورغم الديون الكتير اللي على مصر، لكن بفضل الغاز الطبيعي وتصديره قدرنا من شهر يناير لحد يونيو نسدد 24 مليار دولار من الديون اللي علينا. ومش بس كده، كمان بداية السنة الجديدة متوقع نسدد جزء كبير تاني. ولما الديون كلها دي تتسدد وفلوس الغاز وقناة السويس تصب كلها على المشاريع اللي لسه ما خلصتش، متوقع طفرة اقتصادية لمصر غير مسبوقة. عشان كده الرئيس رهانه كبير على المشروعات دي، والحلم الكبير اللي حاليا الكل بيتمناه إن مصر تسد ديونها وتقف على رجليها، وصندوق النقد الدولي يحل عن دماغنا شوية ويبطل يطلب من مصر زيادة الأسعار. الدولة المصرية حاليا بتخطط لسداد الدين الخارجي بالكامل، وده مش هيحصل غير بالدولارات بتاعة تصدير الغاز وقناة السويس، وكمان الإجراءات اللي حاليا الدولة المصرية بتتبعها لتعزيز الجنيه المصري قصاد الدولار الأمريكي، زي انضمامها للبريكس، وكمان اعتماد الجنيه المصري في روسيا والتعامل بيه. وبالنسبة بقى للسؤال اللي سألناه في البداية عن إمكانية مصر إنها تعيش عيشة الخلايجة، عايزين نتفق إن الخلايجة نفسهم ما بقوش زي الأول من ساعة الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008. قبل الوقت ده قطر قررت إنها توزع فلوس البترول والغاز الطبيعي على الشعب في هيئة مرتبات ودخل شهري، ووقتها قطر اتصنفت إنها أكتر دولة في العالم بتدي مرتبات للشعب اللي كان عددهم وقتها 250,000 مواطن، وده نفس العدد اللي مصر بتزيده كل كام شهر.
لكن الإمارات مؤخرا خدت اللقب ده من قطر، وبقت هي أكتر دولة بتدي مرتبات للأفراد اللي شغالين في البلد. يعني نقدر نقول إن الأزمة من زمان طايلة الكل، لكن إن شاء الله بقدرة قادر مصر هتعدي وتفرق عن الكل، وزي العادة هنبهر العالم بصمودنا ونجاحنا. بفضل الله سبحانه وتعالى هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا. لما الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله هيقولوا بيتعمل ازاي؟ بيتعمل ازاي؟ بيتعمل بالله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، واحنا ان شاء الله مصلحين.